مايو ثورة أو انقلاب عسكري، وكانت قراراته تكاد تكون فردية من بدايته، لكن كان بيتعاون مع السياسيين، والسياسيين بيقولوا رأيهم ويؤخذ رأي معتدل في الاتجاه. ما كان دور نميري بارز في أنه مستبد برأيه، لغاية ما جاءت مسألة الإمامة، مسألة الدين، مسألة شرع الله. المسائل دي زي الهوس الديني لخم هو ذاته شوية، والناس اللي حوله ناس ما بيفهموا، ما نصحوه في الاتجاه السليم، بقى بين المشادة ومنافسة ومسابقة، فجاءت القرارات الفردية تركزت أخيرا. لكن أنا ما بفتكر أنه يعني لما جاءت ثورة مايو أو الانقلاب العسكري في مايو كانت عنده العيوب الأخيرة اللي ظهرت أخيرا. وهو طبعا انقلاب عسكري قايم على فرد أو أفراد حوله، زي بتحصل الصراعات حول القوة بتخلص منهم واحد. دائما الانقلابات العسكرية واحد بتخلص من زملائه وبينفرد بالعمل. لكن لأنه كان الوضع سيء جدا، الدكتاتورية في الوقت ذاك كانت مضرة، الوضع الطائفي كان من السوء بحيث يبرر الدكتاتورية ويبرر الانقلاب العسكري. وما في شعب يعني محترم يحكم الجيش أصلا في العالم كله ما في. لكن الضرورات بتملي مسائل زي دي. ومايو لما جاء في وجه الفساد اللي كان بيجري باسم الديمقراطية كانت فرصة إنقاذ. انحرفت أخيرا لما وقعت تحت تضليل الهوس الديني، وأصبحت بالتشريع 83 لتفتكر أنها بتنفذ شرع الله.